أي أحد مشتهي كيكة سهلة وسريعة وما عنده مكونات، راح أعلمه على طريقة سهلة وسريعة وتتقدم لضيوف وقته بوقته. كيكة سهلة وسريعة بدقيقة واحدة بس. راح تقولون شلون؟ حقلكم تعالوا شوفوا الفيديو وها بدون بيض. بس إذا أول مرة تشوفوني وياكم منوعات أم نواف. إذا ما مشتركين بالقناة أرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة ويا الأصدقاء واللايك لا تنسوني وتابعوا الفيديو. مساء الخير يا أحلى متابعين. اليوم كيكتنا مثل ما قلنا بداية الفيديو سهلة وسريعة. طبعا أي كوب عندكم، لا تتقيدون بفتشي. راح نخلي خاشوقتين طحين، خاشوقتين أكل، وخاشوقة شكر، وخاشوقة كاكاو، وخاشوقة صغيرة خاشوقة الشاي بيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة. راح نخلط هذه المواد الجافة، راح نخلطها إلى أن تتجانس كل هالمواد بهذا الشكل. راح نخلي خاشوقة أكل زيت، وثلاث خواشيق تقريبا أكل حليب. طبعا أنا الحليب أنا حالته بودرة وماي، وراح نخلطها ونجانس المواد إلى أن تصير هذا القوام مالتها. طبعا راح نخلي أي نوتيلا عندكم، يعني أي شيء يذوب بالحرارة تقدرون تخلونه، مو شرط نوتيلا. فأنا عندي نوتيلا خليت لها. وهسه راح أدخلها للميكرويف دقيقة واحدة بس. وهاي هنا وقتنا على دقيقة واحدة. وهاي كيكتنا صارت جاهزة. رشيت عليها شكر بودرة، وطبعا ما أقولكم على الطعم، طعمها كلش طيب. كيكة عادية يعني كيكة طبيعية وسهلة وسريعة مثل ما قلت لكم، والطعم كلش لذيذ، والنوتيلا ذايبة بيها جوا. أتمنى تجربونها وتعطوني رأيكم، وألتقيكم بخير وعلى خير، ومع السلامة. ربي يحفظكم.